لما كنت بجيب اختبارات للعربيات الأسوأ من حيث الأمان دايما كان بيتقال لي أمال فين الأحسن. فالنهاردة أنا جايب لكم أحسن عربيات على مستوى العالم لسنة 22 و 23، وجايبهم من أكبر هيئتين للاختبارات في العالم، وهي هيئة الأمان والسلامة للطرق الأمريكية واليورو إنكاب. العربيات أنا مقسمها في الاختبارات لفئات، ولهيئة السلامة الأمريكية هما 3 فئات، وهي الهيئة اللي هنبتدي بيها. وهنبتدي بالفئة الثالثة، وأول عربية معانا من الفئة الثالثة هي تويوتا كرولا. تويوتا كرولا واخدة جود في كل الاختبارات ما عدا اختبارين. في الاختبار الامامي اللي احنا شايفينه دلوقتي العربيه واضح جدا ان هي حافظت على نفسها وعلى المقصوره الرئيسيه بتاعه العربيه، ما بنلاقيش الكاوتش دخل لجوه ولا اي حاجه، الباب بتاع العربيه سليم، القوايم سليمه، وكل حاجه مظبوطه. لما نيجي نبص من جوه هنلاقي ان الستائر الجانبيه حمت الركاب بشكل كبير، ولو ان هنا الصدمه مش جانبيه، بس الاير باجز برضو فتحت بحيث انها توفر حمايه اكبر للركاب. العربية اللي معانا بعد كده هوندا أكورد. برضو الهوندا أكورد مصنفة من الفئة الثالثة لأنها برضو واخدة جود في جميع الاختبارات ما عدا اختبارين، بس للأسف ملهاش فيديو متصور. نخش بعد كده على الفئة الثانية، وأول عربية معانا من الفئة الثانية هي هوندا سيفيك هاتشباك. هنشوف ليها التصادم الجانبي، وبنشوف في التصادم الجانبي إن عربية التصادم ما قدرتش تخش جوه العربية بشكل كبير، والستائر الجانبية قدرت تحمي الركاب من الصدمة الجانبية دي بشكل كويس جدا. توزيع الوسائد الهوائية نفسه كان ممتاز جدا. العربية اللي معانا بعد كده هيونداي سوناتا. العربيات دي كلها موديل 23. برضه في الاصطدام الجانبي السوناتا قدرت تحمي الركاب بشكل كويس جدا، والاصطدام ما قدرش يوصل ليهم، ونفس القصة الوسائد الهوائية ساعدت بشكل كبير جدا في حمايتهم. وجود الوسائد الهوائية في حد ذاته مش دايما بيحمي الركاب، بس توزيعها وكفاءتها هو اللي بيفرق. العربية اللي معانا بعد كده لكزس اي اس 350، والعربيات دي كلها واخده جود في جميع الاختبارات ما عدا اختبار واحد. هنا برضو بنشوف في الاصطدام الامامي ان العربيه قدرت تحمي المقصوره الرئيسيه. هنا اي نعم الباب بنشوف فيه فعصه في اوله، لكن ما وصلش لمرحله ان هو يوصل للركاب، والجنط بتاع العربيه ما اخترقش المقصوره. داخليا برضو بنلاقي ان الوسائد الهوائيه احتوت الراكب بشكل كويس جدا، فما اصطدمش باي جزء معدني من اجزاء العربيه. في عربيات برضو انضمت للفئه دي معانا بس ملهاش فيديوهات، وهي التويوتا كرولا الهاتشباك، الجينيسيس جي 90، والسوبارو ليجاسي. هنخش بعد كده بقى على الفئة الأولى، وأول عربية معانا من الفئة الأولى هي مازدا 3 الهاتشباك والسيدان، واخدين جود في كل الاختبارات. الاختبار اللي هنشوفه هو للسيدان وهو الاختبار الجانبي. الاختبار الجانبي أنا كنت قلت لكم قبل كده إن هو من أصعب الاختبارات، لأن الاختبار الأمامي فيه موتور بيحجز بينك وبين الصدمة، على عكس الاصطدام الجانبي اللي مش بيبقى بينك وبين الصدمة غير الباب والإيرباجز، وبيبقى التعويل على قوة الباب وحماية الإيرباجز للركاب. العربية اللي معانا بعد كده تويوتا كامري موديل 23، واخدة جود في جميع الاختبارات. والاختبار اللي احنا شايفينه ده التصادم الأمامي من الجزء الجانبي، وهو برضو من أصعب الاختبارات اللي ممكن تعدي على أي عربية، وبرضو بنلاقي إن الصدمة ما وصلتش لحد مقصورة الركاب. ولما نشوف من فوق بيبان معانا الموضوع أكتر لحد القايم، وبتحس إن الصدمة وقفت خلاص ما بتكملش أبعد من كده. لما نيجي نبص من جوه بنلاقي ان في اكتر من ايرباجز احتوى الركاب من جميع الجهات، وده طبعا شيء ممتاز. من برضو العربيات اللي معانا من الفئه الاولى المرسيدس سي كلاس والاكورا انتجرا. بعد كده هنخش بقى على اختبارات اليورو انكاب، وهما فئتين. الفئه الثانيه معانا اول عربيه فيها المرسيدس بنز السي كلاس، وحققت نسبه حمايه للسائق بنسبه 93%. الاصطدام اللي احنا بنشوفه ده الاصطدام الامامي، والعربيه تحس ان هي امتصت الصدمه ووقفت بعيد جدا عن مقصوره الركاب. وفي الاصطدام الجانبي برضو نفس القصه، عربيه التصادم ما قدرتش توصل لداخل العربيه بشكل كبير، البيبان حمت الركاب بشكل كويس جدا، الى جانب ان الوسائد الهوائيه احتوتهم وحمتهم برضو من الصدمه. العربيه اللي معانا بعد كده فولكس واجن بولو، والبولو حققت نسبه حمايه بنسبه 94%. برضه في الصدمة الأمامية مع إن العربية حجمها صغير، بس بنلاقي إن قدرت تحمي نفسها بشكل كبير، والصدمة برضه ما وصلتش للصف الأمامي من العربية. وفي الاصطدام الجانبي فرصة العربية لأن حجمها صغير كويس جدا، وده ناتج برضه للمواد اللي بتستخدم فيها وطريقة حماية الركاب، وداخليا الوسائد الهوائية هنا كانت أكتر حتى كمان. العربية برضه اللي منضمة للفئة الثانية تسلا موديل اس، بس للأسف برضه ملهاش اختبارات، وحققت نسبة حماية للركاب بنسبة 94%. نتنقل بقى للفئة الأولى، وأول عربية معانا تسلا موديل واي، وحققت نسبة حماية 97%.
التسلا من اكتر العربيات اللي بتطلب في الاختبارات ومحققه نتائج هايله في اغلب عربياتها. ولما بنيجي نتفرج على الاصطدام سواء امامي او جانبي بنشوف قد ايه العربيه دي بتحمي الركاب، ووجود وساده فاصله ما بين الراكب اللي على اليمين والراكب اللي على الشمال بتزود نسب الحمايه لانها بتمنع اصطدامهم هم كمان ببعض. العربيه اللي معانا بعد كده عربيه من هيونداي وهي هيونداي ايونيك 6، حققت نسبه حمايه ركاب برضه بنسبه 97%. النسب دي مرتفعة جدا وهائلة جدا، وإن دلت على شيء تدل على أن الشركات دي طورت من عربياتها بشكل فعلا يحترم. وسواء برضه في الاصطدام الأمامي أو الجانبي العربية بتأدي بشكل هايل جدا. وبرضه هنا بنلاقي الوسادة الإضافية اللي فاصلة بين الراكبين، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتعلي تقييم العربية بشكل كبير. العربية اللي معانا بعد كده مرسيدس اي كيو كهربائية وواخدة تقييم 95%. مرسيدس مشهود لها بالكفاءة بشكل عام في اختبارات التصادم، ولكن العربيات اللي انا عرضتها ليها النهارده هي اعلى عربيات موجودة ليها في السوق حاليا سواء لسنة 22 او سنة 23. ولما تيجي تبص على الاختبارات سواء تصادم امامي او جانبي هتعرف ان العربيات دي تستحق السمعة اللي هي واخداها، وان الالماني من اكتر العربيات اللي ما بتهزرش في الامان. ودي كانت اخر عربية معانا النهارده. ايه اكتر عربية شايفين انها التوب ما بين العربيات دي؟ وايه العربية اللي كان وجودها بالنسبة لكم مفاجأة؟ الاختبارات دي كانت لفئة السيدان بس بجميع احجامها. لو حابين نكمل بعد كده في فئة الاس يو في والكروس اوفر اكتبوا لي في الكومنتات وممكن نكمل فيها ان شاء الله.